بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي عندي أجنحة دجاج، كيلو أجنحة دجاج بعد ما غسلتها غسل كلش نظيف، وشلت هذا الجزء من عندها، يعني بقيتها بس هالشكل. زين، عندي هاي ليمونة راح أعصرها عليها، ليمونة كاملة. عندي هنا للتتبيل هذا ملح، بابريكا باردة، شوية كاري، شوف ايش قد كاري، فلفل اسود، شوية فلفل اسود مو هواي لانه راح اخلي شطة. هاي الشطة راح اخلي لها. وعندي هنا معجون، هذا هنا لبن عندي راح اخلي لها همينة فد خاشوقتين لبن، يعطيها طعم كلش طيب للتتبيلة. هاي اللبن حطه شوية بعد همينة ما يخالف. وهذا عندي معجون، هاي هالقد معجون اخلي لها، هذا شوية بعد ما يخالف لان راح اسوي بيها صلصة. فهذا المعجون. وعندي هذا خل ابيض، خل ابيض خليها تقريبا نص كوب خل ابيض، او اقل من النص كوب. هاي راح امزجها كل هالمواد بيها. هاي تتبيلة كلها. بس بالتتبيلة لازم. شوفوا شلون شوية تحتاج ملح، راح اخلي لها شوية ملح. هي التتبيلة بعد هي راح اطبخها باكر بهاي التتبيلة ان شاء الله. بعد كل شي ما اخلي لها تكون جاهزة بالملح وهاي الشغلات كلها. هاي الليمونة ايضا خليتها وياها حتى على مود الريحة مالتها. هالشكل راح ابيتها ليلة كاملة وان شاء الله اشوفكم النتيجة باكر. رجعت وياكم ثاني يوم بعد ما تبلت الأجنحة مالت الدجاج. هسه سويت بصل حلقات وبتيته مثل ما تشوفوها هاي واضحة قدامكم، وخليت شوية زيت عليها. وبعدين صفطت الأجنحة ونزلت التتبيلة مالتها اللي سويتها بيها البارحة، تبلتها بدون إضافة أي شيء، كل شيء ما خليت. فراح تستوي تتبيلتها وإن شاء الله أشوفكم النتيجة. وراح أغطيها بهذا ورق الزبدة اللي شوية بللته بالمي وبس، كل شيء ما أخلي لها بعد. رجعنا وياكم بعد ما استوت الأجنحة. طبعا خليتها بالفرن تقريبا 45 دقيقة واستوت بهذا الشكل. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. علينا وعلى عيونكم بألف ألف عافية. أتمنى تشاركون الفيديو بين الأصدقاء وتدعمونا بلايك من إيدكم الحلوة، تشتركون بالقناة حتى يوصلكم أي فيديو أنزله. شوفوا البوتيتا شلون مستوية وذايبة.
قدمتها ويا التمن الرز ويا الطرشي والخضروات وهذا الخبز. الحمد لله والشكر.